فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم. لهذا تجد أخلاق الخلائق مختلفة. فمثلا إذا رأيت الرجل جاهلا في أخلاقه، غليظا في طباعه، قويا في بدنه، لا تؤمن أمانته، فألحقه بعالم النمرة. فالعرب كانوا يقولوا أجهل من النمر. وإذا رأيت الرجل هجاما على أعراض الناس، فأعلم بأنه مائل إلى علم الكلاب، فإن ذاب الكلب أن يشفو من يشفوه ويؤذي من لا يؤذيه. فعامله بما كنت تعامل به الكلب إذا نبح